الليل كان رامي سواده على نجع القناوية، والهدوء اللي ساد المكان ما كانش هدوء راحة، لأ، ده كان هدوء اللي بيسبق العاصفة. نوح كان واقف في حوش دارهم الكبيرة، الدار اللي حيطانها شاهدة على عز ومجد عيلة القناوي. بس النهاردة كان حاسس إن الجدران دي بتضيق عليه. كان لابس جلابية صعيدي ومن فوقيها الشال، وماسك في إيده سبحته. كان بيبص للسما وكأنه بيدور على جواب لسؤال بقاله سنين بيحرقه. طلعت سيدة أمه من المنظرة بخطوات سريعة، والقلق كان باين على وشها. قربت منه وإيديها على قلبها بتنهج من الخوف واللهفة. طمني يا ولدي، فتون وافقت يا نوح. انت ساكت ليه؟ عادي حبة عيني، انتج وريح قلبي اللي واجعني عليك من ساعة ما جيت من عند عمك فهد. نوح نفخ نفس طويل في حرقة الدنيا كلها، ولف وشه الناحية التانية وهو بيعدل شاله بإيد بتترعش. ما وافقتش يما، وبعدين ليها حق. لو أني مكانها ما كنتش وافقت أبدا، وأني عذرها والله. اللي شافوا قلبها مني مش قليل، ولا السنين اللي مرت وهي وحيدة كانت هينة. سيدة قربت منه وطبطبت على كتفه بحنان الأم اللي ملهوش حدود. خابرة يا ولدي إنها ملهاش ذنب باللي حصل زمان، بس انت كمان ما كانش ليك ذنب عاد. يعني كنت هتعمل ايه غير انك تهملها؟ كنت صغير ومغلوب على أمرك، وما كانش قدامك غير انك تنفذ كلام أبوك منصور، وانت عارف كلمة أبوك في البيت كيف السيف. نوح فجأة لف الأم وعيونه كلها شرار، وصوته عالي بهزة قوية هزت المكان. لا، كان في يما، كان في كتير قوي. ما كنتش جبان كفاية ان اعمله. كان ممكن احارب الدنيا كلتها عشانها. كان ممكن اقف في وش نجع الجنوية كلاته واقول دي مرتي ومحدش ليه حكم عليها غيري. فتون كانت واثقة فيا يما، كانت بتعشقني بجنون، واني كنت بموت من جوايا كل ليلة وانا مش قادرة اقول لها اني دايب في هواها. بس ابويا الله يسامحه بقى، هو اللي قفل كل الابواب في وشي. هددني عيني عينك كده، وقال لي لو ما سافرتش وفرقت النجع بكره الصبح هيروح لفتون ويقول لها في وشها انه مش موافق على الجوازه دي واصل، وانه هيتبرى مني. ووقتها كانت هتحصل قطيعه كبيره بيناتنا وبين واد عمي فهد، والدم كان هيسيل للركب بين الخوات. خفت عليها من القهر، وخفت على العيله من الضياع، فقررت اضيع اني. سيدة اتنهدت بقلة حيلة وقعدت على الكنبة الخشب اللي في الحوش، وحطت ايديها على راسها. طيب يبقى مين اللي غلطان عاد؟ انت ما كانش في يدك حاجة تعملها وقتها يا ولدي، كنت بتفدي العيلة بقلبك، وبعدين ابوك الحمد لله اهو وافق وخلاص. هو اللي بعتك، هو قال لنا ان آن الاوان والظلم لازم يترفع، وطلب منك تروح تتقدم لها رسمي وتجبر بالخاطر. نوح ضحك ضحكة كلها مرارة، وصوته طلع مخنوق بالدموع. بعد ايه يما؟ بعد ما فتون كرهتني وبيجي تشوفني غريب؟ بعد ما قالتها لي في وشي النهارده وهي بتبصلي باحتقار؟ ايه اللي رجعك؟ انا عارف اني خسرتها يما، بس ربنا وحده يعلم ان غيابي ما كانش بيدي، وحتى الحقيقه دي مش قادره اقولها لها. خايف على صوره ابويا قدامها وقدام عمي، وخايف الجرح يتفتح ويجيب دم اكتر. بس هو لو يريحني ويقول لي ليه من الاول، ليه سيف الدين التهامي كان اسمه بيخلي لون ابويا يتخطف. في الناحيه التانيه من النجع، وتحديدا في دار فهد، كانت فتون قاعدة في أوضتها عيونها ورمة من كتر العياط. فتون كانت زي المهرة العربية، جمالها صعيدي أصيل، عيون سودا واسعة وملامح حد لكن رقيقة. كانت بتفتكر كل كلمة قالها نوح النهاردة، وكل نظرة حب كانت بتحاول تداريها ورا قناع القسوة. دخلت وردة أمها الأوضة وقفلت الباب وراها بهدوء، قعدت جنب فتون وأخدت راسها في حضنها. كفاياكي يا بنتي، العياط مش هيحل حاجة. نوح النهاردة ما كانش نوح بتاع زمان، كان باين في عيونه وجع سنين الغربة. فتور رفعت راسها وهي بتمسح دموعها. وجع ايه يما؟ اللي بيحب ما بيسيبش حبيبه للسنين تنهش فيه، اللي بيحب ما بيسافرش ويسيب وراه أرض محروقة. نوح كسرني قدام النجع كلاته، والنهاردة جاي يطلب يدي كأنه ما عملش حاجة واصل. وردة بصت لها بتركيز وقالت بصوت واطي ومسموع بالعافية. هقولك، بس توعديني يا بت ان الحديد ده ما يخرجش من الأوضة دي، ولا حتى ابوكي فهد يعرف ان نطقت بكلمه. فتون انتبهت قوي ومسكت ايد امها بسرعه. اوعدك يما، قولي بقى في ايه؟ ايه السر اللي مخبيينه عني؟ ورده اتنهدت تنهيده طويله وطلعت وجع السنين. اصل بصراحه نوح قال لي قبل ما يسافر من كام سنه كان حالته تصعب على الكافر، كان عصبي قوي ووشه متبهدل، ما كانش يعرف يتحدث مع مين ولا يشكي لمين. وقتها هي حبت عيني جال المطبخ وهجم على يدي يبوسها، وقال لي ان عمك منصور هو اللي رافض الجوازه دي رفض قاطع، وهددوا ان لو مرجعش عن قراره وجاب الرفض فيه هو
هيخلي النجع كلاته يقول إن نوح هو اللي مش عايز فتون. منصور كان هيهد الدار على اللي فيها، وقال له هروح لأبوها وأقول له إن مش رايد بنته لولدي، وساعتها فهد مش هيسكت، وهتحصل قطيعة ودم بين الخوات الجنوية. نوح علشان يحمي قلبك من كسرة إن عمك رافضك، وعشان يحمي أبوك من المشاكل، وافق يشيل الشيلة لحاله ويهملك ويسافر ويبان هو اللي ظالم. فتون وقفت بصدمة، عيونها برقت وكأنها مش مصدقة اللي بتسمعه. كيف ده؟ يعني عمي منصور هو اللي ما كانش رايدني لولده، ونوح كان رايدني وعمل كده عشان يحميني؟ وردة هزت راسها بحيرة. ما خبراش كيف عمك يعمل كده، ولا ايه السر اللي يخليه يكره فكرة جوازكم، وانتي بنته الغالية برضك. بس وقتها نوح كان هيتجنن، ما كانش في يده حاجة غير انه يوافق يسافر ويهملك علشان المركب تمشي. وقتها طلب مني ما اقولش لأي حد حاجة، وفضل شايل السر ده سنين في الغربة لحاله. فتون قعدت تاني على السرير، حاسة ان الدنيا بتلف بيها. أنا ما فهماش حاجة واصل، يعني هو ما كانش رايدني ولا رايدني يما؟ هو ليه دلوقتي عمي غير رأيه؟ وردة ابتسمت بوجع وطبطبت على ايد بنتها. اللي اعرفه ان نوح كانت حالته تصعب على الدنيا وقتها، وكان وجعه يحس بيه اللي قريب منه بجد. نوح بيعشقك يا فتون، وعشقه هو اللي خلاه يبعد علشان ما تتأذيش. فتون اتخنقت اكتر وقامت وقفت قدام الشباك، بصت في السما وقالت ما فهماش عاد، بس لازم افهم كل حاجة، لازم اعرف مين هو سيف الدين التهامي ده اللي نوح نطق اسمه بغل النهاردة، وليه هو اللي كان السبب في كل الكابوس ده. الصبح طلع على نجع القنوية، لكن الشمس ما كانتش قادرة تدفي القلوب المشعللة. نوح دخل مكتب منصور أبوه بخطوات زي الرعد. منصور كان قاعد ورا مكتبه الخشبي القديم سرحان في سجارة ملفوفة وباصص للأرض. نوح دخل وقفل الباب وراه بعنف، وصوته طلع مكتوم لكن مليان غضب. كنت فاكرك هتفضل تكابر لحد ما تزهق يا ابوي، بس اللي عملته دلوقت ورجوعك في كلامك خلاني في نظري قليل قوي. بقيت حاسس اني كنت لعبة في يدك، تبعدني عنها سنين وتخليني ابان ندل وخاين قدام البنية اللي ملكت قلبي. عشان ايه؟ عشان خوفك من الماضي؟ منصور رفع راسه وعينه كانت دبلانة، شاف في عيون ابنه جبروت ما كانش يتوقعه. اقعد يا نوح، الحديث ما بيبقاش كده. نوح زعق وهو بيخبط على المكتب بايده. مش هقعد، انتج وقول لي اسمه ايه اللي كسرني وكسرها؟ مين اللي كان مهددك لدرجة انك تضحي بسعادة ولدك الوحيد؟ منصور سكت كتير ودخان السيجارة كان بيطلع ببطء، وبعد تردد طويل نطق الاسم اللي كان محبوس في حنجرته سنين. اسمه سيف الدين التهامي. نوح اتسمر مكانه والاسم نزل عليه زي الصعقة. سيف الدين التهامي؟ سيف ده اللي جه وقت افتتاح المصنع الغربي، اللي كان باصص لفتون بنظرات غريبة وقتها وانا ما كنتش طايق ولا طايق وجوده. انا دلوقتي فهمت ليه كنت عايز تبعدني، بس انا رايد اعرف انت ليه دلوقتي وافقت؟ ايه اللي خلاك تغير حديثك فجأة وتطلب مني ارجع لها؟ منصور اتنحت تنهيدة شيبت شعره اكتر. اللي خلاني اغير حديثي انه صعب عليا غربتك يا ولدي. حسيت ان العمر بيفوت وانت بعيد، وانا كنت رميك برا البلد من خوفي عليك وعلى عمك فهد. سيف كان مهددني ان لو الجوازة دي تمت هيحرق النجع وهيقول سر قديم يهد عيلة الجناوي. بس دلوقت سيف بقى تحت يدي وخلاص، مفيش في العمر بقية، وعايز اطمن عليك وعلى فتون قبل ما قابل وجه كريم. نوح قرب من ابوه ورغم كل الوجع حضنه بقوة وحب. ما تخافش يا ابوي، ولدك راجل ويقدر يحمي مرته واهله كمان. انا اهم حاجة عندي دلوقت ان اصلح اللي انكسر. هتجوز فتون وبعدها كل شيء لي اوان. اوعدك اني هريحك واجيب حقنا من سيف ده، بس طمن قلبي الاول، وفتون تكون على اسمي وتدخل داري. بعد يومين نوح طلب يقابل فتون عند الساقية القديمة، المكان اللي شهد أول كلمات حب بينهم وهم لسه عيال صغيرين. فتون راحت وهي رسمة البرود على وشها، لكن قلبها كان بيدق طبول حرب. وقفت فتون قدامه لفة شالها عليها بقوة. خير يا نوح، طلبت تقابلني ليه تاني؟ ما انا قلت لك كلامي وخلصنا. نوح بصلها بحب ومداريه بالعافية في عيونه، خطى خطوة ناحيتها وصوته كان هادي لكن واثق جدا. أنا طلبت يدك من عمي فهد قبل سابق وانت رفضتي، وأنا ساعتها احترمت نظرتك ليا وقلت لك إني هبعد وههملك براحتك، بس أنا رجعت في كلامي يا فتون وجيت أقول لك إني خلاص حددت ميعاد كتب الكتاب مع عمي فهد بعد يومين من النهاردة، وانت هتكوني مرتي شرعا وقانونا. فتون اتجمدت مكانها، الصدمة كانت لاجمة لسانها، لكن عيونها لمعت غصب عنها بفرحة
كانت بتحاول تقتلها بأي طريقة. ليه؟ ايه اللي اتغير؟ مش كنت قلت انك هتهملني براحتي؟ مش كنت ناوي تطلع من حياتي وتهملني؟ اشمعنى دلوقتي عاد؟ نوح قرب خطوة كمان لدرجة انه لزق فيها وعيونه اتثبتت في عيونها بقوة. كنت ناوي فعلا، بس اكتشفت اني ما عنديش استعداد اعيش يوم واحد كمان وانتي مش على ذمتي. اكتشفت ان السنين اللي فاتت كانت كفاية قوي وجع. ورأيك دلوقتي يا فتون، رغم اني بحترمه بس مش هو اللي هيمشي. المهم انك هتكوني على اسمي وهفهمك كل حاجة في وقتها، وساعتها لو لسه كرهاني ليكي حق تعمل اللي انت رايداه. فتون انفعلت وصوتها عالي. يوه، يعني انت عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اترمي في حضنك واقول لك انك عندك حق؟ ننسى ان ابوك رفضني وانك هملتني ومشيت؟ اسمعني زين يا نوح، انا كنت فاكره انك ممكن تكون لسه بتحبني، بس انت ما اتكلمتش وما قلتش حاجه واضحه، والله اعلم انت بتعمل كده ليه دلوقتي، وعشان كده انا مش موافقه واصل. نوح بصلها بابتسامه غامضه وسابها ومشي، وهو بيقول من غير ما يلف وشه: جهزي حالك يا عروسه، المأذون ميعاده بعد بكره، والجناوي ما بيرجعش في كلمه واصل. رجعت فتون الدار وهي زي المجنونه، دخلت على امها ورده وبدات تصرخ بوجع. شفتي يما؟ شفتي جبروت واد عمي؟ جاي يحدد ميعاد كتب الكتاب من غير ما ياخد رأيي. فاكرني ايه؟ حتة أرض بيشتريها وبيبيعها وقت ما يحب؟ خلاص براحتك يا بنت بطني، بس ما ترجعيش تندمي لما تعرف انه راح اتجوز بنت تانية من النجح او من برا وتقولي يا ريتني اديته فرصة. نوح دلوقت غير نوح بتاع زمان، بقي شديد والكلمة عنده بميزان. فتون بخوف استخبى ورا غضبها. تفتكري يعملها؟ لا، ما اعتقدش ان نوح يعمل كده واصل ويجرحني الجرح ده. العين دي يعمل اكتر من كده يا فتون، ومش بعيد كمان يكتب عليها في نفس يوم فرحك عشان يرد كرامته قدام الناس لما انت رفضتيه. عشان كده بقولك خليكي واعية واديله فرصة. انا متوكدة انك هتطلعي غلطانة في حكمك عليه، وبكرة تقولي امي قالت لي. فتون سكتت وبدأت تفتكر كلام نوح الاخير ونظرة التحدي اللي كانت في عيونه. كانت خايفة فعلا تخسره المرة دي للأبد. يوم كتب الكتاب النجع كله كان مقلوب، الطبل شغال والخيل في كل مكان. نوح كان لابس عباية فاخرة وعمة بيضة، وكان واقف وسط الرجالة بيستقبل اللي بيهنوا، لكن عينه كانت على باب دار فهد. فجأة ظهر سيف الدين التهامي وسط الفرح، وكان لابس بدلة وشكله غريب وسط الجلاليب الصعيدي. دخل وبكل برود وقف قدام نوح ومنصور. منصور وشه صفر وبص لسيف برعب مستخبي. ايه اللي جابك هنا يا سيف؟ مش احنا اتفقنا؟ سيف ضحك ضحكة باردة وبص لنوح باحتقار. اتفقنا فعلا يا منصور، بس انا قلت لك طالما فتون مش هتكون ليا يبقى ولا ليا ولا لحد تاني. ده كان كارت الامان بيني وبينك، وانت دلوقتي خليت بالاتفاق، وعلشان كده انا بقول لكم خافوا على نفسكم كويس، وخلي بالك من العروسة يا نوح. نوح في اللحظة دي الدم غلي في عروقه، وصوته طلع بقوة زلزلت المكان كله، والناس كلها سكتت وبصت عليهم. لو ما تعرفش مين هو نوح منصور الجناوي تبقى غلبان قوي وعنديك عذر، فاسأل عليا واعرف اني بهملش طاري واصل. انا لما سافرت ما كنتش خابر انك انت السبب في كل الكابوس ده، لكن دلوقتي الحساب بقى تقيل قوي يا سيف، وبقول لك دلوقتي امشي من هنا، واحسن لك تختفي من النجع خالص، لان نوح الجناوي لما بيقلب ما بيشوفش قدامه واصل. عذرك الوحيد الليلة دي انها ليلة فرحي، فاعرف ان انكتب لك عمر جديد عشان النهارده يوم ستر وفرحة، بس من بكرة حسابي معاك ملهوش نهاية. سيف بصله بغيظ وحقد ولف وساب الفرح ومشي، والتوتر كان مالي المكان. نوح بص لفهد عمه وطلب المأذون يخلص الإجراءات فورا. بعد كتب الكتاب نوح سحب فتون من إيديها وطلع بيها الجناح بتاعه في دار القناوية تحت نظرات الناس اللي كانت مستغربة سرعته وعصبيته. دخلوا الأوضة ونوح قفل الباب وراه بالمفتاح. فتون كانت بتنهج من الخوف والعصبية. نوح، أنا لازم أعرف دلوقتي حالا مين سيف ده، وليه كان بيتحدث عني كاني ملكه، وعمي كان عامل معاه اتفاق ايه، وعاك تخبي عليا واصل يا نوح. نوح قعد على الكرسي واتنهد بوجع. هحكي لك يا فتون، سيف الدين التهامي يا فتون ما كانش مجرد واحد طمعان فيكي، ده كان شيطان لابس لبس بني ادمين. زمان وقبل ما انت تتولدي حصلت خناقة كبيرة على حدود الارض بين جدي وبين عيلة التهامي، وقع فيها قتيل من عنديهم. ابويا منصور وقتها كان هو اللي في وش المدفع، وسيف كان لسه واصل من برا ومعاه اوراق تثبت ان الارض دي ملكهم مش ملكنا، وهدد ابوي يا اما الارض والدم مقابل انك لما تكبر تبقي من نصيبه.
يا إما يفتح دفاتر قديمة تخلي نص رجالة الجنوية ورا الجدبان. فتون شهقت وحطت ايديها على بقها وعيونها اتملت بالذهول. يعني ايه؟ يعني اني كنت السلعة اللي ابوك دفعها تمن عشان يحمي رقبته؟ كيف ده يا نوح؟ كيف عمي منصور يوافق على بيعك كيف دي؟ نوح قام وقف وقرب منها وعيونه كانت بتلمع بحزن. ابوي ما بعكيش يا فتون، ابوي انحنى للعاصفة عشان ما يخسركيش ويخسر النجع كلاته. سيف كان راسم انه يكسر عينينا بيكي، وابويا قال لي سافر يا ولدي هملها دلوقت وخلينا نبين له ان احنا مش رايدينها، يمكن يصرف نظر عنها ويدور على غيرها يكسرنا بيه. أنا سافرت وقلبي متقطع، كنت كل ليلة في الغربة بشوف وشك في منامي وبصحى أضرب راسي في الحيطة من عجزي، بس خلاص سيف رمى كل كروته وأنا رجعت ومعايا اللي يكسر عينه هو وعيلته كلاتها. فتون لفت وشها الناحية التانية بمرارة. والاتفاق اللي قالوا في الفرح إنه طالما مش إله هكون مش لغيره، ده معناه إني لسه في خطر يا نوح، وإنت جبتني هنا وحبستني في دارك عشان تبقى انت في وش المدفع لحالك يعني؟ نوح مسك ايديها بقوة وضغط عليها. مفيش حد يقدر يمس شعرة منك وانت في حمايتي. سيف دلوقتي بقى كيف الديب الجريح بيفرفر قبل ما يموت، واني مش هامل ويتهنى يوم واحد بالتهديد ده. فجأة قطع كلامهم صوت خبط على الباب. نوح استغرب مين جاي في الوقت ده. فتح الباب لقى جابر دراعه اليمين وراجل من رجالة النجع المخلصين ليه، وشه كان مخطوف وتحت عينه سواد. جابر بصوت واطي ومهموم. إيه يا نوح بيه، في مصيبة حصلت عند المصنع الغربي، رجالة سيف التهامي هجموا على المخازن وولعوا في المحصول كلاته، والشرطة هناك دلوقتي وبيدوروا عليك عشان المحضر والمعاينة. نوح عروقه برزت ووشه احمر من الغضب، بص لفتون بأسف وقال بأمر. اقفل الباب عليكي يا فتون وما تفتحيش لأي حد مهما كان مين، حتى لو أبوي بنفسه. جابر هات السلاح وخلي الرجالة يجمعوا عند الساحة، الليلة دي مش هتعدي على خير واصل. نزل نوح زي الإعصار وفتون فضلت واقفة مكانها. الخوف بدأ يتسرب لقلبها، مش على نفسها لكن على نوح. راحت ناحية الشباك وشافت رجالة النجع وهم شايلين الشوم والبنادق ونوح في المقدمة وشكله يرعب. عدت الساعات وفتون ما كانتش قادرة تغمض عينيها. الفجر بدأ يشقشق وهي لسه صاحية لحد ما سمعت صوت خطوات تقيلة بره. جريت وفتحت الباب، لقت نوح داخل وهدومه مليانة تراب وعرقان جدا، وإيده مربوطة بشاشة بيضة فيها أثر دم. فتون بلهفة وخوف حقيقي. نوح انت جرالك ايه اللي حصل يا واد عمي؟ نوح قعد بتعب ورمى سلاحه على الكنبة. عايل جبان يا فتون، سيف بعت رجالته يولعوا في شجانة وهرب هو، بس تاني قطرته لحد حدود الجبل وخدت منه عهد دم انه لو جرب للنجع تاني مش هيطلع منه صاحي واصل. الضربة دي بسيطة، رصاصة طايشة خدشت كتفي بس، فداكي وفدا النجع. فتون قعدت جنبه وبدأت تفك الرباط بالراحة وهي بتعيط. ليه بتعمل في حالك كده؟ ليه ما خلتناش نهرب بعيد عن المشاكل دي كلاتها؟ نوح بصلها بحب وسند راسه على كتفها. الجناوي ما يهربش يا فتون، والهروب ما بيجيبش امان واصل، بيجيب ذل، وانا راجع عشان اعيشك ملكة مش عشان نعيش مستخبين كيف الفيران. عدت الايام والهدوء رجع للنجع، بس كان هدوء حذر. نوح بدأ يرجع لشغله في المصنع، وفي يوم وهو قاعد في مكتبه دخلت عليه سلمى، البنت اللي كانت بتكلمه فيديو كول في ليلة فرحه. سلمى كانت لابسة طقم رسمي وشكلها عملي جدا، وكانت شايلة ملفات كتيرة. سلمى بابتسامة عملية. نوح بيه، دي كل المستندات اللي انت طلبتها من القاهرة. سيف الدين التهامي دلوقتي متورط في قضايا نصب كبيرة وتهريب أراضي، والمحامي بتاعنا بيقول ان احنا لو قدمنا الورق ده دلوقتي سيف مش هيشوف الشمس ل20 سنة قدام. نوح أخد منها الملفات وبص فيهم بانتصار. عفارم عليكي يا سلمى، انتي وتيم الشغل عملتوا اللي ما كنتش أحلم بيه. اجده سيف بقى في جيبنا، وبكرة الصبح الورق ده هيكون قدام النيابة. بس خلي بالك يا نوح بيه، سيف مش هيسكت، هو لسه ليه علاقات قوية وممكن يحاول يعمل أي حركة غدر قبل ما يتقبض عليه. مستنيه وأتمنى يغلط الغلطة دي عشان أخلص منه بيدي قبل ما الجنون يخلص عليه. في الدار فتون كانت قاعدة مع عاطف وصفية وهما بيجهزوا الغدا. فتون كانت حاسة إن في حاجة ناقصة. نوح بقى بيغيب كتير في المصنع ومعاه سلمى دي اللي هي مش مرتاحة لها أبدا. صفية قالت بخبث. مالك يا عروسة، باين عليك الغيرة واكلة قلبك من البت اللي جاية من مصر دي. غيرة ايه يا صفية؟ دي واحدة بتشتغل معاه وخلاص. بس نوح ما بيحكيش حاجة وكل ما اسأله يقول لي شغل.
عواطف قالت بحنان: هدي يا بنتي، نوح شايل حمل جبال، والسيف التهامي ده مش سهل واصل، نوح بيحاول يحميكي بالسكوت ده. فتون قامت وقفت وقالت بإصرار: لا يا خالة، أنا مش هفضل قاعدة هنيه مستنية الخبر يجيلي، أنا لازم أعرف نوح ناوي على إيه بالظبط. نزلت فتون وراحت للمصنع، وأول ما دخلت مكتب نوح شافت سلمى وهي واقفة قريبة منه وبتهزر معاه وهو بيضحك بابتسامة خفيفة. الغيرة شعللت في قلب فتون ودخلت من غير ما تخبط. فتون بصوت عالي: جرى ايه يا نوح بيه؟ الشغل واخدك قوي لدرجة انك نسيت انك ليك دار ومرتك مستنياك. نوح اتفاجئ ووقف بسرعة، وسلمى انسحبت بهدوء وهي بتبتسم باعتذار. فتون، ايه اللي جابك هنا في وقت كيف ده؟ جيت اشوف الشغل المهم اللي مخليك تهملني وتكلم بنات في المكتب. انت اتجوزتني عشان تحبسني ولا عشان تعودني عن اللي فات يا نوح؟ نوح قرب منها وقفل باب المكتب وحاول يمسك ايديها لكن هي زقته. اهدي يا فتون، سلمى دي هي اللي جابت الورق اللي هيودي سيف ورا الشمس، دي خيتي في الشغل وصديقة وفية، وبلاش الظنون اللي هتهد اللي بنيناه. أني مش ضنة فيك يا نوح، أني خايفة السنين ترجع تاني وانت تبعد عني بحجة الشغل أو حجة سيف. أنا عايزة أحس إني شريكة حياتك، مش مجرد واحدة بتطبق لك الخلقات وتطبخ لك الوكل. نوح حضنها بقوة رغم مقاومتها وهمس في ودنها بصوت كله حنية: وعد يا فتون، دي آخر معركة، بكرة سيف هيتحبس وهسيب المصنع وكل حاجة وهنسافر وهنقضي 7 بعيد عن النجع وهمومه، بس اصبري عليا الليلة دي بس. في ليلة المواجهة نوح كان قاعد في الفيلا بتاعته في القاهرة اللي كان محضر فيها الفخ لسيف. كان قاعد في الصالون الضخم ونظراته كانت ثابتة على الباب. فجأة الباب اتفتح ودخل عم فاروق، الراجل الكبير اللي نوح خدم ابنه زمان في الغربة، وكان وراه 2 بادي جارد ماسكين سيف الدين التهامي وهو مربوط وهدومه متبهدلة ووشه عليه آثار ضرب وعنف. عم فاروق قال بهيبة: اتفضل يا نوح، ده الطلب اللي وعدتك بيه، سيف التهامي دلوقتي تحت رجلك، وزي ما اتفقنا القانون هياخده لكن بعد ما يتربى الأول. نوح قام ببطء وقرب من سيف اللي كان بيبصله برعب وانكسار ما كانش موجود قبل كده. فاكر يا سيف؟ فاكر لما دخلت داري ورفعت عينك في مرتي؟ فاكر لما هددت ابويا منصور وكسرت قلبي وقلب فتون؟ انت ما تعرفش انت بتلعب مع مين يا نوح، انا هخرج وهندمك. نوح ضحك ضحكة هزت كيان سيف واداله بوكس قوي جدا وقعه على الارض. مش هتخرج يا سيف، الورق اللي معايا يخليك تعفن جوه الزنزانة، والتهديد اللي كنت بترميه ورا ظهرك دلوقتي بقي حبل مشنقة حوالين رقبتك. لف نوح لعم فاروق وقال له باحترام: متشكر يا عم فاروق، جميلك ده فوق دماغي، دلوقتي كلموا البوليس يستلموا، انا خدت حقي منه تالت ومتلت. رجع نوح النجح ودخل البيت وهو حاسس انه اخيرا شال جبل من فوق صدره. لقى فتون مستنياه بلهفة، واول ما شافته جريت عليه وحضنته. فتون قالت بهمس وهي بتعيط من الفرحة: طمني يا نوح، خلصت، الكابوس انتهى. نوح شالها ولف بيها وهو بيضحك من قلبه لأول مرة من سنين. انتهى يا قلب نوح، سيف دلوقتي في يد العدالة ومحدش هيقدر يقرب منك تاني واصل، السنين اللي فاتت ماتت ومن النهاردة مفيش غيري وغيرك وبس. فتون بصت في عينه وقالت بحب: أنا كنت خايفة عليك قوي، خفت تضيع مني تاني. نوح وهو بيقرب منها أكتر: أنا عشت سنين بدور إن أنا أطمن لحد ما لقيت الأمان في حضنك، ولو تمن عشقك إني أواجه الدنيا كلها هواجهها وأنا بضحك. نوح أخدها في حضنه ودفن راسه في رقبتها وهو بيهمس: أنا هنيه ومش هبعد تاني واصل، وكل لحظة جاية هعيشك فيها ملكة يا مرتي وقلبي ونصيبي اللي كنت بتمناه. فتون قالت بحب وهي بتحضنه جامد: وأني بحبك يا نوح من قبل ما تقولها انت، قلبي قالها، ومن النهاردة عمره كله ليكي حب عمري. سكت نوح لحظة وبص في عينيها بعمق، وبدأ يرتجل كلمات طالعة من جمر قلبه بصوت رجولي دافي: يا فتون يلي عيونك سكن للغربة وجمالك صعيدي واعر كيف الشمس في عز الظهر، أنا عشت في الغربة ميت والروح عندك مستغربة، قلبي بينادي عليكي وبيشكي مرار الهجر، قالوا النسيان جنة، قلت نار الشوق أولى، وكيف أنسى الأرض والزرع وطعم المطر، انت الوتد في القلب وانت ليا السند، يا فجر نور دنيتي وبعدك مفيش في العمر غير السهر، لو خيروني بين ملك الدنيا وبين نظرة من عينك هرمي الملك تحت رجلك وعيش خدام في حماكي، يا مرته ويا بنتي ويا كل اللي ليا، نوحك رجع ليكي وعاهد ربه ما يوم ينساكي. فتون دموعها نزلت من كتر التأثر
وحطت راسها على قلبه وهي بتسمع دقاته اللي كانت سريعة ومنتظمة كأنها طبول فرح. يا نوح، كل ده كان في قلبك وساكت؟ ده انت طلعت شاعر وانا معرفش. نوح رفع راسها وبس راسها بحب. الشوق هو اللي بينطق يا فتون، مشاني انا قبل سابق كنت جيت من غير روح، لكن دلوقت الروح ردت فيا. وعايز اقول لك حاجه كمان، انا كلمت عمي فهد وابويا، ومن بكره هنبدا نجهز لاكبر فرح شافته الصعيد كلاتها، مش عشان نتجوز، ماني خلاص كتبت كتابي عليكي، بس عشان النجع كلاته يعرف ان فتون بقيت ست دار الجنويه ومحدش يقدر يرفع عينه فيها. يعني لسه في فرح وزفه يا نوح؟ واحلى زفه يا ست البنات، هجيب لك خياله من اخر البلاد واخلي المزمار يصدح للصبح، بس قبل ده كلاته انا عندي ليكي مفاجاه. طلع نوح من جيب جلابيته علبه قطيفه حمراء وفتحها، كان فيها عقد دهب عيار 21 تقيل ومرصع بفصوص فيروز بلون السما. ده كان بتاع جدتي وقالت لابويا ما يتلبسش غير اللي تملك قلب الجناوي بجد، واظن مفيش حد احق منك بالتاج ده يا ملكه قلبي. لبسها العقد وهو بيبص لرقبتها بحب وشغف، وفتون كانت حاسه انها اسعد واحده في الدنيا كلها. بحبك يا نوح، بحبك يا سيد الرجاله كلاتهم. نوح شالها فجأة ولف بيها وهو بيضحك بصوت عالي. واني بعشقك يا فتون، يا شمس النجع ويا ضي عيوني اللي كنت بدور عليه وسط الضلمه. ومن الليلة دي نجع القنوية ما شافش ليلة أجمل منها. الصراعات انتهت، والسر اللي كان مهدد العيلة اتدفن مع سيف التهامي في غياهب السجن. وفضل حب نوح وفتون هو الحكاية اللي بيتحكى بيها الصغير والكبير، حكاية العشق الصعيدي اللي ما بيكسرهوش لا زمن ولا غربة. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. هستنى رأيكم في الكومنتات واستنوني في حكاية جديدة. سلام.